ميرسي ميرسي. واو. اسمه هذه نهار زين العابدين بن علي طار عليه النوم في كرتاج، الناس كلها تشخر، الوحيد هو فايق. يعمل هكا، يقوم فك الليل، يحل التلفزيون ويجبد دبيب تيكي فير ويسكي ويحط كاميرته ويبدا شايخ. ينزل على التلفزه يحط روتانا كليب. شكون يلقى نانسي عجرم تغني حبيبي قرب بصي بص المعلم اول مره يتفرج فيها، خاطر ليلى ما تخليه يتفرج فيها حتى مره اخرى وحتى مطربه. شيخ يلقى روحه وحده ولا معاها مباشره يغني، يقول لها حبيبي قرب بصي بص عاوز تزعل نص شو معناته؟ على ما تحب تقول قرب وبص، لا وتحب تزعل نص يكونوا بيك حاجه تعمل كيف. المهم بعد يعمل هكا نزل القناه المغربيه دوزيام، يلقى الدنيا مقلوبه في المغرب، قلبها مش نورمال بالاغنياء وبالشيخات. يلا وبدا هو بيدو يغني كلها يو شوفي غيره واش بيك ديما تبعاه، شوفي غيره يا ليلى بتبشلواه، شوفي غيره مضطرب تصيح قلت شوفي غيره والواه يا حباني الكلا ديما ان شاء الله ديما. اوه حلو يا اخي، هو يا حباني وي. المهم بعد يا خويا تنرفز، قص التلفزه وقعد يخمم علاش المغرب حافله وشيخه، وقد ما بدلوا ملك المغاربه شيخين. ايش يلقى المواطن المغربي كان طارت العشرة ونص، تلقى عم زوز جوانات ولا 3 جوانات زطله، ينسى امه وابوه شكون يحكم، ينسى كل شيء، تسال ويقول لك والدنيا هانيه والسما صافيه والله هو ربي. العكس في تونس، يسبح في البلاصه، في الماكسيموم، في الصالون، في اي بلاصه، الصباح ديريكت لبلابي هرق مهريسه عظم زيت زيتونه جو كفني شيشه ساك. المهم عينيه تولي محلوله ويولي كيلومتين، حتى شيء ما نجم يعدي، يسلق بكل شيء. شنو يسلق؟ يا ولدي ما عاد عندي شيء. أنا بدلت المرأة يا سيدي، الناس الكل ولو يعرفوه، كل تونس الكل تعرفها. اللي قال لك هذه ليلى تجين دي ولا شنو؟ الاخر هاي عندها البوفوار، الاخر ما نعرفش انا في ده السشوار. شنو في ده السشوار؟ كيف نحكيو من الاخر؟ في ده السشوار معناها حجامه. يا سيدي حجامه شو المشكل؟ عيب. المسيح وما ادراك كان نجا. ياك ولا ماذا شنو عارف؟ وكما قال هو ولا يمثل المسيح كان رجال. المهم فهم اللي الزطله هي الحل الوحيد، ويعمل هكا يطلب زيرور فك الليل الاربعه بتاع الصباح، وخزروا قالوا الو تعلاش ما قلتليش سيبها؟ علاش؟ زيرور مسكين مش يعرف عليه علاش يحكي. قالوا شنو السيد الرئيس نسيبها؟ شنو تسيبها؟ تو صباح تعرف اجيبك الوجهه كل السبعه تبدا في القصار. وعلق عليه. السبعة بتاع الصباح الكلهم في القصر، مجلس وزاري، وجوه الصفر والترقل، خزر لهم وقال لهم يا ولادي اعرفكم علاش تو مفزوعين وداخلين بعضكم. راني سيبها لاني على امراه لا حد يقرب لي، نحكي سيبها على الزتله. عيب عيب مواطن تشدوه هكا بزومته فهمتني، تنزلوا عليه فهمتني عام ومليون كما يقولوا هما عام وفسبه. والاخرى عاد قالت لهم اسكتوا حتى الاستنشاق ياخذ نفس الحكم. انا واحد قاعد مع مجموعه وهكا الريحه تجي في خشمه يتعدى مسكين كيف ايش يعمل المواطن؟ يعمل فلتر في خشمه يا رسول الله؟ ما تجيش هكا. على كل حال حضروا لي بيان وخلينا نحرروا هالزقه وخلي الناس الكل تتفرج. وإيفيدامون نهارين بلوتار حضروا له البيان، المعلم اون ديريكت من قناه 7 قبل الاخبار، فك البيرو هذاك في القصر اللي يعطينا منه تهاني العيد ويعطينا منه برشا حكايات، وراه اريير بلون تصويره نتاع بوب مارلي
بك الصاروخ العجيب، وهذا نص البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قررنا نحن رئاسة الدولة تحرير الزطلة بأنواعها، وقد حرصنا في ذلك على البلدان الشقيقة والصديقة أمثال المغرب وكوبا وأفغانستان لما يتمتعون به من سمعة طيبة في هذا المجال. وبعد أن اجتمعنا بجميع الزطالة القدامى اتضح لنا أن هنالك نقص فادح في مادة الورقة، صغيرة الحجم ما يعبر عليها بالجونتا، وكبيرة الحجم ما يعبر عليها بالصاروخ. وقد فكرنا في ضعاف الحال ومحدودي الدخل، وأمرنا ببعث صندوق لهذا الغرض سميناه صندوق 612 ما يعبر عليه بالإفرنجي سيز دوز. فاصطلوا على بركة الله، وكما يقول مثل الشعب التونسي يمشي مال الدين وتبقى صنعة الدين افتل الصباح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.